الاهلي تعادل النهارده مع الاتحاد 1-1 طبعا. توفيق غير طبيعي مش مع النادي الاهلي النهارده، كميه فرص ضايعه اكتر من 6 جوان ضايعين. بس لو هنتكلم يعني على الاداء، فهو الاداء مش مقنع للدرجه، يعني النادي الاهلي النهارده ما كانش مقنع. وسام، يا وسام احنا من غيرك، يعني من غير وسام الحياه صعبه، الحياه صعبه بجد. يعني انت النهارده جت بالظبط 3 كور لكهربا، لو وسام جون اجوان يعني. كهربا مفيش ضغط، مفيش فينش، مفيش اي حاجه. جت كرة الكهربا بصراحة، يعني مش فاكر والله في الدقيقة كام، بس هو في الدقيقة 56 تقريبا. الكرة دي انت شبه انفراد، الكرة دي شبه انفراد لكهربا. بيستلم على مهله، بتبص على المرمى، المفروض بتركنها في البعيدة، فانت حضرتك عملت ايه؟ ايه ده، هو الجون هنا؟ طب خلاص انا مطلع كرة بره، يلا سلام عليكم. ادي اللي عمله كهربا. كرة تانية برضو في الشوط التاني، في الدقيقة 26 تقريبا. انت الكرة عرضية من يحيى عطية الله، بدماغك جون. لا في المرمى هنا، طب ماشي، ما انا برضو اطلعها بره. هيجيب لك يعني، هو هيجلطك، يعني هو هيجلطك، يعني غير ان هو اداؤه سيء يعني. ولا عارف يستلم، ولا عارف يباصي، ولا عارف يشوط، ولا عارف يفنش. مفيش اي حاجة خالص. لكن للامانه بصراحه هو رجل المباراه مهدي سليمان. مهدي سليمان صادت بتاع 6 كور اجوان، يعني اجوان. كرة عمرو السولية، كرة الشحات، اكتر من كورة، يعني اكتر من كورة اجوان على المهدي سليمان. ولكن بصراحة يعني هو هارد لك لينا يعني. آه تعادل بطعم الخسارة، يعني انت بتخسر نقطتين. انت عندك الدوري السنة دي صغير، فانت عايز تبقى من ضمن اول 9. احنا حاليا 7 نقط، الزمالك عنده ماتش بكرة. الزمالك ب6 نقط، لو فاز هيبقى المركز الاول. فاحنا يعني قدر الله ما شاء فعل، وباذن الله الجاي خير. لكن كهربا ما فيش يعني هو مفيش بديل لوسام في النادي الاهلي. مفيش بديل لوسام ابو علي في النادي الأهلي. وسام مصاب. هل انا كراجل اهلاوي هستحمل وجود كهربا في كل ماتش للنادي الاهلي؟ اكيد مش هستحمل. يقول لك انا، يعني كهربا طلع في تصريح قال لك انا فورمتي بتيجي في الماتشات. طب انت من لما فورمتك تيجي باذن الله، يعني من لما الفورمه بتاعت حضرتك تيجي، نكون خسرنا الدوري بقى، تكون انا جات لي حاله كده منك. فمفيش، محدش هيستحملك يا ابني. انت اجتهد في تدريباتك، انت ما بتعملش حاجه. انت يعني عايز لقطه، عايز حاجه اهو في النادي الاهلي، بس انت عايز كده. لكن انك انت تفيدني انا كنادي، تفيدني انا كواحد مشجع، لا انت مش فايدني باي حاجه، مش فايدني باي حاجه. آه يعني هو تعادل بطعم الخساره ليه، ولكن مش نهايه العالم ولا اي حاجه. وخسرنا نقطتين في مشوار الدوري، ومش مهم. كده كده برضو الماتشات جايه، والدوري لسه طويل برضو، مع انه لسه عنه صغير يعني. هيتلعب 17 ماتش تقريبا يعني. فباذن الله خير. وانا طلعت بس اقول كلمتين على المهاجم. المفروض انت راجل مهاجم، مهمتك انك انت تجيب اجوان. بتعمل ايه يا باشا؟ المهمه الاساسيه بتاعتك انك انت تجيب اجوان، انت بتضيع اجوان. 3 فرص كفيله انها كانت ممكن ترجعك، كمحمود كهربا كانت ممكن ترجعك للمباريات، تبقى تقول انا بنافس وسام. كده احنا مش شايفين منك ده، مش شايفين منك ده خالص. رساله لمحمود كهربا، انت المفروض لو ما شغلتش على نفسك، انت المفروض من نفسك كده يا باشا مشوني. مش احنا بقى، لان احنا مش هنستحملها. انت المفروض تيجي منك، انت بقالك اكتر من سنتين 3 مفيش، انت مش شايف قدامك، مش شايف خالص. فنصيحة يعني من واحد مشجع اهلاوي، شوف لك نادي تاني يا ابني. اي نادي بقى كده، عيش حياتك معاه. هيستحملوك بقى تضيع فرص ما تضيعش، تتصاب ما تتصابش، هيستحملوك على اي وضع، هيستحملوك. لكن احنا مش هنستحملها. فانت ركز، حاول تركز جوه الملعب عشان تقدر تفيد النادي وتستفيد. غير كده انصحك بانك انت تمشي.